المملكة العربية السعودية بلد بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وهواي أماكن تاريخية وسياحية. أكبر دولة مساحة في الشرق الأوسط، وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية. اقتصادها يعتبر الأول في الوطن العربي و17 في العالم. عدد نسماتها تقريبا 32 مليون نسمة. عاصمة السعودية الرياض، وتنقسم المملكة إلى 13 منطقة إدارية، وكل منطقة تنقسم لعدة محافظات. لما نذكر الفن رأسا يجي ببالنا محمد عبده وراشد الماجد والكثير من الفنانين. أما السياحة فبدأت تنشط كثيرا في الآونة الأخيرة، ما عدا المهرجانات الفنية والثقافية. إذا نجي على الرياضة فمنتخبهم الوطني يصنف الخامس على آسيا وال56 على العالم. حقق المركز ال16 في نهائيات كأس العالم عام 94، ونصر تاريخي في كأس العالم 2022 لما فازوا على بطل العالم الحالي المنتخب الأرجنتين. دوري المحترفين اللي يعتبر الأعلى تصنيفا في الوطن العربي، وصار محط أنظار الجميع لما شفنا نجوم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم. راح نتناول بهذا الفيديو تاريخ كرة القدم السعودية منذ البداية وصولا إلى هذا اليوم، لذلك ابقوا وياي وخلونا نتعرف أكثر على كرة القدم السعودية والصقور الخضر، لكن بعد الفاصل. بداية انتشار لعبة كرة القدم في السعودية حسب ما كتب المؤرخ أمين الساعاتي في كتابه تاريخ الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية، اللي هو راح يكون المصدر اللي اعتمدت عليه عن تاريخ كرة القدم السعودية. لذلك برغم وجود مصادر كثيرة وآراء مختلفة، لكن معلومات اليوم من المؤرخ أمين الساعاتي. البداية كانت عام 1925 عندما قدمت الجالية الإندونيسية اللي كانت تعيش في مدينة مكة المكرمة بطلب رسمي من الدولة بموافقة مزاولة رياضة كرة القدم. بالبداية كانت الجالية فقط هي اللي تمارس كرة القدم، لكن بعد فترة بدأوا المواطنين يشاركوهم باللعب، وبدأت اللعبة تدخل بالمدارس وانتشرت بين الشباب بشكل واسع. بعدها تأسس أول فريق سعودي في المملكة، وتحديدا في مدينة جدة سنة 1927، وكان اسم الفريق هو النادي الرياضي. بعد فترة قصيرة صار خلاف بين أفراد الفريق بسبب عدم استيعاب الفريق لكل الراغبين بلعب كرة القدم أو الانضمام إلى النادي، وانتهى الخلاف بتأسيس فريق جديد تحت تسمية نادي الاتحاد. فبقى قسم في الفريق الرياضي وقسم راح إلى نادي الاتحاد. صارت وراها أول مباراة فاصلة بين الاتحاد والرياضي، وكانت هذه أول مباراة وطنية وفاز بها الاتحاد ب3 أهداف مقابل لا شيء لنادي الرياضي. وانكمش على أثر هذه النتيجة الفريق الرياضي حتى تركوا أعضاء الفريق وصاروا يشتغلون شغلات ثانية والتهوا بأمور الحياة وعافوا الرياضة. ليش هيك؟ ليش يا الاتحاد؟ وتأسست أندية عديدة مثل نادي الأهلي في 37 ميلادي ونادي الوحدة سنة 46 وغيرها من الأندية. المهم بعدها صار أكو اهتمام حكومي للعبة، وبدأت الحكومة بالتخطيط لإنشاء أندية وإقامة منافسات بيناتهم، وصارت أول بطولة رسمية عام 1951 لحد ما تأسس الاتحاد السعودي لكرة القدم سنة 56، وانضم بنفس السنة للاتحاد الدولي الفيفا في عهد وزير الداخلية الأمير عبد الله الفيصل. وأول مشاركة له بتصفيات كأس العالم كانت عام 1978، لكن ما تأهل لغاية عام 94 لما حقق المركز ال16 في وقتها، وهو أكبر إنجاز للمنتخب لحد هذه اللحظة بعد الفوز على المغرب وبلجيكا وخسارة أمام السويد بنتيجة 3-1. وما ننسى الهدف الرائع اللي سجله سعيد العويران على منتخب بلجيكا، واللي يعتبر من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم. أما إنجازاتهم في بطولة كأس القارات، هذه البطولة اللي نظمت السعودية أول 3 نسخ منها سنة 92 و95 و97، واللي كانت تحت اسم كأس الملك فهد. وبعدها صارت الفيفا هي اللي تنظم البطولة رسميا تحت اسم كأس القارات، وأدرجتها بقائمتها وصارت تقام كل 4 سنين، وأصبحت كتهيئة واختبار لجاهزية الدول اللي تستضيف كأس العالم، لأن البطولة كانت تقام في نفس الدولة اللي تنظم كأس العالم. حقق المنتخب السعودي المركز الثاني عام 92 في بطولة كأس القارات عندما خسر في النهائي مع منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-1، والمركز الرابع في عام 99. نجي على إنجازات كأس الخليج، فأول مرة شارك المنتخب السعودي بالبطولة عام 1970، واللي هي كانت سنة انطلاق البطولة، وسجل أول هدف للمنتخب في البطولة اللاعب محمد العبدلي. وحقق المنتخب السعودي اللقب 3 مرات في عام 94 و2002 و2003. وبالنسبة لكأس العرب ففاز باللقب سنة 98 في الكويت و2002 في قطر. أما كأس آسيا فأول مشاركة للمنتخب كانت سنة
1984 في سنغافورة، وفاز بلقب بطل آسيا برغم أنه كانت أول مشاركة للمنتخب. وفاز أيضا بالبطولة سنة 88 في قطر و96 في الإمارات، وحقق المركز الثاني 3 مرات سنة 92 في قطر و2000 و2007. منتخب السعودية وصل 6 مرات للمباراة النهائية في كأس آسيا، وآخر مرة كانت 2007 لما خسر أمام العراق بهدف وحيد رأسيا من السفاح يونس محمود ليحقق العراق أول لقب كبطل آسيا في وقتها. أكيد كانت فرحة لا توصف بالنسبة لنا طبعا. من الجدير بالذكر أن السعودية راح تستضيف بطولة آسيا نسخة 2027. مجموع المباريات اللي خاضها المنتخب السعودي ضد منتخبنا الوطني هي 40 مباراة بين بطولات ولقاءات ودية، وآخرها كانت في بطولة كأس الخليج سنة 2023 عندما خسر المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء. كانت المباراة في العراق. 5 لقاءات من هذه 40 لقاء كانت بالعراق و12 في السعودية، وفاز العراق 18 مرة والمنتخب السعودي 11 مرة والباقي تعادل. أول مباراة دولية للمنتخب السعودي كانت سنة 57 ضد منتخب سوريا، وانتهت بفوز السعودية 3 أهداف. أقصى نتيجة للمنتخب السعودي كانت أمام المغرب سنة 61، خسر ب 13 هدف. أفضل نتيجة حققها في مباراته ضد تيمور الشرقية 10 أهداف مقابل لا شيء سنة 2015. من اللاعبين اللي لهم شعبية قوية بين الجمهور السعودي هم ماجد عبد الله، السهم الملتهب، لاعب نادي النصر وهداف الدوري والمنتخب. مسيرته 22 سنة من التألق بالإنجازات الرائعة. وبالمناسبة اسم الشخصية الكرتونية كابتن ماجد هي على اسم اللاعب المتميز ماجد عبد الله. مش تعرفاني. أما اللاعب الآخر هو يوسف الثنيان اللي يسموه الفيلسوف، هو لاعب كان في نادي الهلال. واللاعب الآخر هو سامي الجابر اللي يطلق عليه اسم الذئب أو سامي 6، لأن سجل 6 أهداف في مباراة واحدة، وهو من أول اللاعبين السعوديين لعب بالدوري الإنجليزي مع نادي وولفرهامبتون. وصالح النعيمة والكثير من اللاعبين السعوديين المتميزين. نجي على دوريهم اللي تأسس سنة 74 وكان اسمه الدوري السعودي للمحترفين، واللي كان مقسوم مجموعتين، والبطل من كل مجموعة يلعبون مباراة نهائية حتى ياخذ درع الدوري. وتغير اسم البطولة إلى كأس أو دوري خادم الحرمين الشريفين سنة 91 اللي كانت بنظام المربع الذهبي، وبعد 2007 صارت بنظام النقاط لحد نسخة الدوري الأخيرة اللي يسموها دوري الروشن السعودي. أكو 4 دوريات أو مستويات تحت دوري المحترفين، الأولى اللي بيها 18 فريق، والثانية 32، والثالثة والرابعة. ولعب منتخبنا الوطني أحمد ياسين يلعب حاليا في نادي الخلود اللي يلعب بدوري الدرجة الأولى السعودي، واللاعب سعد ناطق اللي يلعب في دوري المحترفين السعودي مع نادي أبها. دوري المحترفين من بدايته مر بمراحل عديدة لحد ما وصل إلى الاحتراف الكامل سنة 2007 بعد تطبيق لوائح الاتحاد الآسيوي، وتم إنشاء هيئة دوري المحترفين للإشراف الكامل على الدوري حتى تأمن تحقيق الدوري لكل الشروط الدولية المطلوبة. القيمة التسويقية لدوري المحترفين حاليا 989 مليون يورو. ويلي الله. أكثر فريق فاز بلقب الدوري هو نادي الهلال بمجموع 18 مرة، وبطل الدوري للموسم الحالي هو نادي الاتحاد. أما عن هدافين الدوري منذ تأسيسه سنة 74 ففي المرتبة الأولى لاعب نادي النصر ماجد عبد الله ب 189 هدف، اللي لعب بالدوري من سنة 77 إلى سنة 97، يعني لعب 20 سنة متواصلة، لعب بالدوري 20 سنة. وطبعا ماجد عبد الله هو أيضا صاحب أعلى رصيد بالأهداف مع المنتخب السعودي ب 72 هدف. يليه ناصر الشمراني لاعب نادي الحد، ولعب قبلها النادي الوحدة والهلال والاتحاد ب 167 هدف، ولعب في الدوري من سنة 2003 لغاية 2019. والمرتبة الثالثة لاعب المنتخب السوري ونادي العربي القطري حاليا عمر السومة ب 144 هدف. صار توجه إعلامي كبير في السنوات الأخيرة على الدوري السعودي بسبب استقطابهم لبعض نجوم الكرة مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما والكثير من الأسماء اللامعة، والميزانية الهائلة اللي انوضعت لهذا الدوري. لكن جلب اللاعبين الأجانب مو شيء جديد على الدوري السعودي، ففي عام 1979 انضم الأسطورة البرازيلي ريفيلينو إلى نادي الهلال السعودي ليكون أول محترف أجنبي في الدوري السعودي. لعب مع نادي الهلال حوالي 3 سنوات وكان أبرز نجوم الفريق، وحقق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1980. وريفيلينو هو أحد أساطير البرازيل اللي حقق لقب كأس العالم مع بيليه عام 1970. وهم إذا لاحظ أن المدربين اللي دربوا الهلال منذ تأسيس النادي عام 57 إلى اليوم عددهم 67
30 مدرب، وكان منهم فقط 5 مدربين سعوديين والباقي مدربين أجانب. يعني هذا النهج مو جديد على الدوري السعودي. وحتى إذا نجي على مدربين المنتخب الوطني السعودي، فمن بين 55 مدرب اللي دربوا المنتخب لغاية اليوم 10 منهم كانوا سعوديين. أهم المدربين المنتخب السعودي كان لاعب نادي الزمالك وهداف منتخب مصر عبد الرحمن فوزي، هو أول مدرب للمنتخب السعودي سنة 57. وأيضا المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا اللي قاد المنتخب لنهائيات كأس العالم عام 98 في فرنسا، وهو قبلها كان مدرب البرازيل وأخذ كأس العالم سنة 94. تخيل شو مدرب هذا العد. والمدرب السعودي ناصر الجوهر اللي حقق مع المنتخب السعودي وصيف كأس آسيا أمام اليابان سنة 2000، ولقب كأس الخليج سنة 2002، وتأهل لكأس العالم بنفس السنة. أما مدربهم الحالي فهو مدرب منتخب إيطاليا السابق روبرتو مانشيني. هذه هي القائمة اللي راح تشارك ببطولة كأس الأمم الآسيوية في قطر. القيمة التسويقية للمنتخب السعودي تقريبا 25 مليون يورو. أغلى لاعب في المنتخب هو فراس البريكان لاعب نادي الأهلي ب4 مليون يورو. يليه سعود عبد الحميد لاعب نادي الهلال اللي قيمته 2.8 مليون يورو. والجناح الأيسر لنادي النصر عبد الرحمن غريب اللي قيمته 2.3 مليون يورو. وكل لاعبين المنتخب السعودي يلعبون في دوريهم المحلي. يعود التطور الرياضة في السعودية وخاصة بال8 سنوات الأخيرة إلى رؤية 2030 اللي بدأ العمل بها سنة 2016، واللي هي كانت نقطة البداية اللي انطلق منها الدوري السعودي ليصل إلى صدارة القارة الآسيوية عام 2022، لأنه شهد مجموعة واسعة من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية للدوري تزامنت وإطلاق رؤية 2030 اللي وضعت الرياضة ضمن استراتيجياتها. تعرفنا شوي على تاريخ كرة القدم السعودية، البدايات والتطورات اللي صارت للمنتخب والدوري. فهل تعتقد أن المنتخب السعودي هو مرشح قوي لنيل بطولة كأس آسيا في قطر 2024 أو 2023؟ شنو رأيكم بالخطوات اللي سواها اتحادهم بخصوص دوري المحترفين ورؤية 2030؟ هل ممكن نطبق هيك استراتيجية في العراق؟ وش قد نسبة نجاحها؟ شاركوني بالتعليقات، ولا تنسون الدعم بالمشاركة واللايك وتفعيل الجرس ومتابعتي في كل منصات السوشيال ميديا حتى يوصلكم كل شيء أنزله. كان وياكم أخلد في مكان ما على وجه الكرة الأرضية. مع السلامة.